في ساعات انا عارف ان هي بتكون ناجحه مجرد ما بشوف الباكج بتاعها او اشوف الاعلان عنها بعرف ان الساعه دي ناجحه جدا. والساعه الايتل الكلايبر 1 انا عارف ان هي ناجحه من 5 شهور بدور عليها ومن 5 شهور مستنيها ان انا اوفرها للبيع، مش هوفرها كتجربه لان هي عندي من فتره طويله تجربه، لكن قلت بقى ايه لما تتوفر نعمل لها ريفيو ونقول بقى ايه مواصفاتها وكده. فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ منين منورين المكتبه تك معاكم محمد في فيديو جديد وريفيو جديد. واحده من الساعات الاصليه في الفئه الاقتصاديه اللي فعلا وحرفيا وحقيقي احسن من كل اللي موجود، سعرها قريب جدا للساعات الكوبي لكن بكواليتي الساعات الاصليه اللي ممكن توصل لحد 3000 جنيه. الساعه الايتل كليفر 1 اللي بتيجي بضمان 12 شهر اتوفرت حاليا في ستور المكتبه، ودلوقتي ده الريفيو بتاعها. احنا جربنا اللي باللون الازرق، متوفر كمان ليها اللون الفضي، فخلينا نشوف الساعه بتقول لنا ايه ونقيم الساعه ونعمل لها ريفيو تفصيلي. ونبدا باول جزء وهو الانبوكسنج ومحتويات اللعبه الخاصه بالساعه الجديده من ايتل وهي الكلايبر 1. الساعه اللي جت في بوكس ممتاز جدا، هنعمل له انبوكسنج دلوقتي مع بعض. لكن ده شكل البوكس اهو، بيجي بالشكل ده، مش اي تفاصيل غير في الظهر هنا اسم الموديل ISWO 43، وهنا ان هي شاشه اموليد ريزوليوشن 466 في 466، حجم شاشه 1.43 انش، وبلوتوث 5.3 بلوتوث حلو جدا، بطاريه 300 ملي امبير، بتتشحن في 30 دقيقه. مع الناس اللي هتشحن في 30 دقيقه دي، فدي ميزه كويسه جدا مع معيار مقاوم ميه IP68. وهنا اللون متوفر، اللون الفضي بالاستراب الزيتي او الاخضر، ومتوفر اللون الازرق بالاستراب برضو الازرق ده. دي نعمل ريفيو للساعه الزرقاء. مكتوب كمان ان هي بتقيس على مدار 24 ساعه كل 5 دقائق، بطاريه لونج تايم 10 ايام، وان هي مقاوم ميه بمعيار IP68 زي ما احنا قلنا. ادي البوكس وادي شكل العلبه. تعالى نعمل انبوكسنج كده بقى ونشوف ايه العلبه الكبيره دي هتقول لنا ايه وفيها ايه. ادي بنفتح البوكس بقى مع بعض بالشكل ده كده. في بوكس تاني، يعني احنا هنفتح البوكس الاولاني هنلاقي بقى جوه بوكس تاني بقى كده بالشكل ده. وادي شكل البوكس الداخلي اهو، حلو جدا، او شويه رسومات للساعه. هنا في شويه مواصفات اهو، سوبر اموليد ديسبلاي، حجم 1.41 انش، وان هي بتدعم 100 مود رياضي. شكل الساعه زي ما انت شايف، مش هوريها لك دلوقتي، خليها في اخر الانبوكسنج. عندنا بقى في كمان هنا بوكسين، واحد فيهم الاستراب، شايف حلاوه وجمال وروعه واناقه الاستراب اللي جاي سيليكون مطعم بقى كده بقماش او جينز، شكله خرافي صراحه يعني. ادي شكل الاستراب. في عندنا ايه تاني في البوكس ده؟ كابل الشاحن 2 بينا المعتاد في الساعات اللي بالفئه السعريه دي. ادي شكل الكابل. في حاجه تانية؟ مفيش حاجه تانية كده خلاص في البوكس ده. في عندنا بوكس تاني مفيش فيه اي حاجه، فاضي، هو محطوط عشان ايه؟ يملى العلبه يعني. وعندنا كمان في الظهر هنا او في اخر العلبه هنا في الكتالوج. ده الكتالوج جاي باللغه العربي، تمام؟ انت زي ما انت شايف اهو، في تفاصيل كتير عن الساعه وفي كل حاجه عن الساعه. واخر حاجه ده كارت اهو، ده كارت الضمان بتاع كارل كير، من كارل كير، ضمان لمده 12 شهر. كده احنا استعرضنا محتويات العلبه. هوريك دلوقتي بقى شكل الساعه، لان الصراحه شكلها برضو والتصميم بتاعها حلو قوي قوي قوي. ايه الجمال ده؟ ادي شكل الساعه، الزرار الاحمر ده طبعا اللون الازرق، وعندك هنا كده في اطار كده او بيزل في الشاشه، شكله حلو جدا، مدي جماليه للساعه. فكده احنا اتكلمنا عن الانبوكسنج ومحتويات العلبه. هنخش على الجزء الثاني ونتكلم عن السوفت وير ومواصفات التقنيه الخاصه بالساعه الايتل الكليبر 1. صراحه حلوه جدا، حلوه جدا، وهتخطفك حرفيا من اول لحظه. والاستراب اللي جاي معاها ده استراب خامه وماتيريال يعني من اروع ما يكون. اتكلمنا عن شايف خامه الاستراب ده، الظهر ده الوش بتاعه، شكله جميل جدا. تعال بقى شوف الوان الشاشه وجمالها وسرعه التاتش وتفاصيل الساعه، ما شاء الله قوه الا بالله. يعني ابدعت ايتل الصراحه. يعني كانوا اكتر لو عملوا بقى هويه ليهم وكتبوا على الاستراب ايتل وبتاع، هيبقى جميله قوي. كمان لو كانوا كتبوا على الشاحن كلمه ايتل، عارف تفاصيل حلوه قوي كبراند، لو كان عاملها كانت فرقت جدا معاه. طيب احنا اتكلمنا عن المواصفات التقنيه في الانبوكسنج، فهنخش دلوقتي بقى على السوفت وير على طول. بس ايه، انا عايز اتمعن يا صديقي معايا بقى في شكل الساعه. حلو جدا الحته الحمراء اللي هنا دي، وعندك البوتن والماتيريال كلها من معدن، البادي ده كله من المعدن، ده كله معدن 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 معدن. الظهر بلاستيك مقوى، لكن هنا عندنا ده كله من المعدن. طيب هنخش بقى على الشرح بتاعنا المعتاد في السوفت وير بتاع الساعه، اللي هو من فوق لتحت بقى ومن يمين للشمال وهكذا. عندك التاتش رايق قوي، تاتش سموث جدا، سلس جدا، تحكم فيه تقريبا يعني اعتقد في السعر اللي احنا هنبيع بيه الساعه يبقى اختيار ملوش مثيل يعني. المهم عندك هنا السكرول ده بيغير الخلفيات زي ما انت شايف بالشكل ده كده. عندنا هنا البوتن اكيد هيدخلنا على المود الراديو ويخرجنا، لكن خلينا يلا بينا. لا نصور من فوق لتحت كده، بنخش على الشورت منيو او الستاره اللي بيظهر لك هنا ان هي الساعه متصله وبلونين، معناها ان هي متصله ببرنامج ومكالمات، نسبه البطاريه والتاريخ واليوم. وعندنا هنا ان احنا نفتح او نقفل الكونكشن الخاص بالبلوتوث المباشر. فلو احنا ضغطنا كده معناها ان احنا قفلنا الساعه عن طريق البلوتوث المباشر. نضغط مره ثانيه هيتفتح وهتلاقي اللون اتغير زي ما انت شايف كده. هنا اوبشن ده نخلي الساعه منوره لفتره محدده، نظبطها من على السيتنج. طبعا عندنا هنا اوبشن الكشاف نفتحه ونقفله من هنا. وعندنا هنا ان التحكم في البرايتنس، نعلي او نوطي او نعلي البرايتنس.
برايتنس. بعد كده عندنا هنا الكيو ار الخاص بالبرنامج، وعندنا كمان هنا السيتنج هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. ده اوبشن وضع عدم الازعاج، وفي النص هنا بيبان لك درجه الحراره بتاعه اليوم الصغرى والعظمى. ده بالنسبه للشورت منيو اللي موجود في الساعه. عايزك تركز في التاتش جميل تمام. لا نص من تحت كده بنخش على الاشعارات. الخط العربي حلو جدا متقارب بشكل كبير خط الساعه العربي بتاع الساعه الاوتيتو. فزي ما انت شايف معاك شكل اللغه العربي في الاشعارات بتبقى بالشكل ده. والبرنامج بقى ايه، لو البرنامج من البرامج اللي ليها ايكون على الساعه بتلاقي ايه الاشعار ظهر بشكل الايكون. بتجيب مجموعه كبيره من الخلفيات. حجم الاشعار زي ما انت شايف حجمه كويس قوي، مفيش فيه مشكله. نخش على اشعار الاس ام اس. زي ما انت شايف حجم الاشعار كبير، يعني اعتقد بتجيب كل الاشعار. فده بالنسبه للاشعارات بتاعه الساعه اللي شغاله بشكل كويس جدا. لا نصايب من اليمين للشمال كده بيكون عندنا هنا الشاشات الجانبيه. اللي اول حاجه فيها هنا الخطوات، السعرات الحراريه، المسافه اللي احنا مشيناها. بعد كده هيكون عندنا الهارت ريت، نبض القلب. تعال نشوف مقارنه بالاكسوميتر عامل ازاي. ادي اول مقارنه، الاكسوميتر مدينا 92، ادي الساعه 93 تقريبا، الاثنين ماشيين مع بعض بالظبط. 96 95 ادي اول اختبار، 95 93 94 اهو الاثنين مع بعض. نعمل تيست تاني، ادي تاني اختبار معايا. ادي الاكسوميتر 92 وادي الساعه 90، الاثنين بقوا 90 90 هنا. الاكسوميتر 89 88. فطبعا ساعه اصليه من ايتل تقدر تعتمد عليها في القياسات. بعد كده هيكون عندنا هنا قياس الاكسجين في الدم. بعد كده هنا عندنا قياس النوم، امتى كام ساعه نوم عميق وكام ساعه نوم خفيف وحققت قد ايه من الهدف. شوف الاشعار بيجي ازاي لما بتكون فاتح الساعه. نقدر ان احنا نضيف اوبشنز زي مثلا التحكم في الساوند، زي مثلا انك تشوف الطقس، زي مثلا المكالمات، حاجات تقدر تضيفها. فده بالنسبه لما بنصايب من اليمين للشمال. طيب العكس بقى، لما نصايب من الشمال لليمين كده عندنا الشاشه الجانبيه دي اللي فيها شويه اختصارات. يعني عندك تزامن الطقس، عندك تحكم في الساوند، عندك اخر 3 تطبيقات شغلتها، وبتجيب لك بقى الداتا الصحيه بتاعه الجري، بتاعه الخطوات والنبض والكالوريز اللي حرقتها النهارده. عندنا لو احنا عايزين نغير شكل الخلفيه بنضغط ضغطه طويله على السكرول كده. في حوالي 6 خلفيات بما فيهم الخلفيه اللي انا محملها. دوم 6 خلفيات كده، ودي خلفيه انا محملها. لو احنا عايزين برضه نغير الخلفيات ممكن نغيرها من خلال السكرول بالشكل ده. ضغط على السكرول كده بتدخلنا على القائمه. ضغطه طويله على السكرول لو احنا عايزين نقفل الساعه او نعمل لها اعاده ضبط مصنع او نعمل لها ستارت. وضغط على الزرار اللي تحت ده بيدخلنا على المود الرياضي. وضغطه طويله على الزرار اللي تحت ده بيعمل مكالمه الطوارئ او مكالمه الاس او اس. طيب نخش على القائمه زي ما احنا قلنا بضغط على الزرار ده كده. زي ما قلنا ضغط على السكرول كده بنخش على القائمه، ونقدر ان احنا نسكرول ونكبر ونصغر جوه القائمه، او نخش على حاجه مثلا لو احنا كبرنا كده هنفتح المنبه. طيب خلينا نجيب او نشوف اشكال القائمه بتاعه الساعه عشان نجيب بقى الشكل اللي احنا متعودين عليه. بنخش على نمط القائمه. عندك مجموعه من الاشكال، في قائمه مطاوله والخليه اللي كانت شغاله وندور يعني كذا شكل هنشوفهم دلوقتي مع بعض. طيب اللي في القائمه اول حاجه عندنا في القائمه هو الاوبشن الخاص بصحه المراه. ده بنظبطه من البرنامج. عندنا هنا الالعاب الرياضيه اللي ممكن نلعبها من على الساعه. خلينا نشوف مع بعض شكل الساعه لما نشغل المود الرياضي بتبقى عامله ازاي. ده شكل الساعه اهو، بتحسب لك المسافه، النبض، كالوريز، الزمن، والساعه دلوقتي عامله كام. لما نسوايب من اليمين للشمال كده مفيش اي حاجه. لما بنطلع لفوق بيكون عندنا برده داتا تفصيليه عن المود الرياضي اللي شغال. نخرج بقى بالشكل ده كده وبنقفل المود الرياضي بالشكل ده. بعد كده يكون عندنا هنا سجل الالعاب الرياضيه اللي احنا لعبناها. بعد كده بيكون عندنا هنا عدات الخطوات او الحاله الصحيه اليوميه، بيجيب لك بقى البيانات بتاعت الخطوات والمسافه والكالوريز. بعد كده بيكون عندنا هنا في لعبه على الساعه ممكن نلعبها، لعبه طياره بالشكل ده كده. بعد كده عندنا هنا سجل الهاتف، تزامن الارقام اللي احنا عملناها هنشوفها الجزء الخاص بالكونكشن. معدل ضربات القلب شفناها بره. عندنا هنا قياس النوم، نمت كام ساعه نوم عميق، كام ساعه نوم خفيف، وصحيت امتى، وهكذا. بعد كده عندك قياس نسبه الاكسجين. وبعد كده عندنا هنا اوبشن تمارين التنفس للحد من التوتر. الاشعارات مجموعه كبيره جدا من الاشعارات ما شاء الله. المنبه نقدر نضيف منبه من على الساعه زي ما انت شايف اهوت. عايز تصحى الساعه كام، عايز تقوم يوم ايه، منبه تفتحه وتقفله وهكذا. عايز تضيف منبه تاني وهكذا نقدر نضيف منبه تاني. بعد كده عندنا هنا التحكم في الساوند. وعندنا هنا اوبشن اهو المعتاد او الاوبشن المهم ان احنا نحول الساوند من الموبايل للساعه او نخليه من الساعه للموبايل. في عندك انك توطي وتعلي الصوت، توقف وتشغل، تجيب اللي قبل كده واللي بعد كده وهكذا. وهنشوفها بالتفصيل في الجزء الخاص بالكونكشن. الطقس بقى وتزامن الطقس شكلها حلو جدا. بتجيب لك درجه الحراره ودرجه الحراره على مدار الاسبوع، كل يوم الدرجه الصغرى والعظمى، وتجيب لك الرطوبه وسرعه الرياح وطول الامطار وخلافه. التحكم في الكاميرا عن بعد، البحث عن الموبايل بالشكل ده كده. تلاقي الموبايل بيضرب زي ما احنا سمعنا كده. ساعه الايقاف او الستوب ووتش زي ما انت شايف بتشغلها كده. وعندك اهو اول حد في السباق، تاني حد، وهكذا. بعد كده عندنا هنا المؤقت. بعد كده عندنا هنا الساعه العالميه، متابعه الساعه في دول العالم. كده عندنا هنا سيري او جوجل اسيست، تدي للموبايل اوردر عشان ينفذه لك. بعد كده عندنا هنا متابعه السوق، البورصه، تمام. عندنا هنا بقى الفولوز اون ديسبلاي، بنفتحها ونقفلها من هنا. وعندنا هنا فولوز اون ديسبلاي رقمي، وعندنا مؤشر واحنا شفناه من شويه بوريه لكم تاني دلوقتي. بعد كده هيكون عندنا هنا الاعدادات. اول حاجه فيها التحكم في نسبه السطوع، في 5 مستويات للسطوع. بعد كده عندنا هنا لو احنا عايزين نعمل كلمه سر، وضع عدم الازعاج، بتفتحه وتقفله من هنا. بعد كده عندنا هنا التحكم في اللغه. عندك اول حاجه هنا المزامنه التلقائيه للغه الموبايل، او تخش بقى او تنزل تختار اللغه اللي انت عايزها. مجموعه كبيره من اللغات اللي
ممكن تختار ما بين. بعد كده عندنا هنا نمط القائمه زي ما قلت لك، دي اشكال القائمه. بعد كده عندنا هنا قائمه النظام اللي هي لما بنضغط ضغطه طويله هنا بيجي لنا ايقاف تشغيل، اعاده ضبط مصنع، وريستارت. بعد كده عندنا هنا الاولويز اون ديسبلاي، ده المؤشر، شكل الاولويز اون ديسبلاي المؤشر نزل الساعه كده، وده شكلها حلو جدا، الوانها واضحه، عندك العقارب باللون الاحمر شكلها حلو قوي. طيب بالنسبه بقى للشكل الرقمي ده، بالنسبه للاولويز اون ديسبلاي الرقمي برده شكله حلو قوي قوي وواضح جدا برده للعين. طيب بعد كده هيكون عندنا هنا الويك اب، نفتحه ونقفله من هنا لو انا منزل الساعه ونفتحها كده ونرفعها هل بتنور معانا ولا لا، ومده اضاءه الشاشه من اول 5 ثواني لحد 30 ثانيه. بس لو انت مشغل اولويز اون ديسبلاي فالويك اب ما بيشتغلش معاك، يتشغل ويك اب يتشغل اولويز اون ديسبلاي، لكن الاثنين مع بعض الاولويز اون ديسبلاي هو اللي هيشتغل. اخر حاجه هنا الاباوت باسم الساعه ايتل اي اس دبليو 043، وادي بالنسبه للحاجات اللي موجوده في السيتنج. في ايه بعد السيتنج؟ موجود الاله حاسبه، موجود كمان شكل القائمه تغيرها برده من هنا، وعندك بعد كده هنا في الكالندر، وعندنا هنا قائمه الاتصال فيها سجل الهاتف، فيها سجل المكالمات، فيها لو انت عايز تعمل مكالمه انت بشكل مباشر من على الساعه. بعد كده هنا في اعاده ضبط مصنع، لو احنا عايزين نعمل اعاده ضبط مصنع برده موجود اللغه بره، وهنا لو احنا عايزين نحط بطاقات خاصه بالاعمال السوشيال ميديا، ولما حد يسكان الكيو ار بتاعها يخش على الاكونت بتاعك. بعد كده هنا لو احنا عايزين نقفل الساعه، بعد كده هنا بنحدد مكالمه الطوارئ، بنفتح الاوبشن ده من هنا ويقول لك لما تضغط ضغطه طويله على الزرار ده تعمل لك مكالمه الطوارئ. ده بالنسبه للي موجود في القائمه، وده بالنسبه للي موجود في السوفت وير بتاع الساعه والتفاصيل بتاعتها. هنخش على الجزء الثالث من الفيديو نتكلم عن ببساطه تقدر انت تسكان الكيو ار ده تعرف البرنامج. بس انا هسهل عليك الموضوع واقول لك ان اسمه كوفيت او اسمه بانجل ديم، ده اسم الابلكيشن، او تبحث بالاسم ده والاسم ده مش تفرق، ابحث بالكوفيت عشان ما تتوهش، وده اسم البرنامج وده شكل البرنامج. البرنامج كالعاده بيجي باربع واجهات مختلفه. اول واجهه الخاصه بالحاله الصحيه، بيجي لك فيها مشيت كام خطوه والكالوريز والمسافه والنبض والاكسجين والوزن وخلافه من الداتا اللي انت بتضيفها على الابلكيشن. بعد كده لو احنا عايزين نلعب رياضه من خلال البرنامج، الاوبشن المهم بالنسبه لنا وهو الكونكشن. اول حاجه عندنا هنا اسم الساعه، ده نسبه البطاريه، وبيقول لك ان الساعه متصله. نخش هنا على الواجهات، عندك هنا مجموعه مختلفه من الواجهات. اول جزء اللي هو الانترنت ده، في الخلفيات اللي تقدر تحملها، مجموعه كبيره جدا من الخلفيات بتصنيفات مختلفه، متحرك ورياضي وعمل وميكانيكي وبسيط وهكذا. تخش انت حسب الكاتيجوري او التصنيف اللي انت عايزه تخش تحمل الخلفيه اللي انت عايزها. خلينا نخش نحمل مثلا الخلفيه دي، الخلفيات بتحمل بشكل سريع وتلاقيها حلوه جدا على الساعه، تقدر تحمل خلفيه واحده بس، كل ما بتنزل خلفيه ثانيه الاولانيه بتتمسح. ادي شكل الخلفيه اللي احنا حملناها، يعني بقى بتحمل زي ما انت عايز. بعد كده هيكون عندنا هنا لو احنا عايزين نحمل خلفيه احنا من على الاستديو، خلفيه مخصصه، بنخش بقى بنحملها، وعندك برضو تفاصيل كتيره في الخلفيه، الباك جراوند، عايز البيزل بتاع الخلفيه او بتاع التايم عامل ازاي وهكذا، تمام، عايزه مؤشر شكله عامل ازاي، برضو تفاصيل كتيره. وبتخش بقى انت تجيب الصوره اللي انت عايزها، ممكن تختار صور من على البرنامج بالشكل ده، او تخش تجيب من الالبوم. مثلا انا جبت الصوره دي فاقدر ان انا اعمل ليها اقطعها واختار بقى شكل العقارب فيها عامل ازاي، اختار شكل البيزل فيها عامل ازاي، في مجموعه حلوه، وممكن ما اخليش فيه بيزل خالص، تمام. وبعد كده بختار لو انا عايزها رقميه اختار الشكل الرقمي برضو لونه عامل ازاي، لكن انا عايزها عقارب، انا عايز الشكل تمام. بعد كده بضيف لو انا عايز اضيف نبض القلب والخطوات والسعرات الحراريه والمسافه بتضاف برضو على الساعه، وبعد كده بحملها وبتبدا بقى تتحمل بالشكل ده. وادي شكل الخلفيه بعد ما حملنا، فاوبشن خلفيات شغال بشكل كويس. وبعد كده بيكون عندك هنا بقى الخلفيات اللي انت اوريدي حملتها قبل كده، او الخلفيات اللي انت عملت لها مخصص، تمام. ده بالنسبه للخلفيات. بعد كده عندنا هنا الاشعارات، معظم البرامج اللي على الجهاز برضو موجود، الرسائل والماسنجر والفيسبوك والانستجرام والجيميل والحاجات المهمه كلها تلاقي. وعندك هنا اوبشن اسمه الاذر او اخرى، بيجي لك بقى اي اشعار عندك على الجهاز بيجي لك على الساعه. هنا اوبشن الخاص بالمكالمات بتفتحه وتقفله من هنا. بعد كده عندنا هنا الاوبشن الحلو جدا والمهم بالنسبه لناس كتيره، لما الكونكشن يفصل تلاقي الساعه طلعت تديك الارم ان الكونكشن فصل، ففي حاجه من الاثنين، يا انت فصلته يا الموبايل بعد عنك. بعد كده عندنا هنا وضع عدم الازعاج. بعد كده عندنا هنا المنبه، بنضيف اوقات المنبه من على الساعه او من على البرنامج زي ما انت شايف. تذكير بقى بالحركه او الوقوف. بعد كده تذكير بشرب الميه. بعد كده عندك هنا صيغه الوقت عايزها عامله ازاي. بعد كده عندك الاهتزاز، لما يجي لك اشعار عايز الساعه تعمل اهتزاز مره ولا مرتين ولا ثلاثه. طبعا لو بيجي لك اشعارات كتيره خليه مره، لان الموضوع بيبقى مش احسن حاجه يعني. عندك هنا التحكم في وقت اضاءه الشاشه، موجود من اول 3 ثواني زي ما قلنا قبل كده لحد 20 ثانيه. بعد كده عندنا هنا اضاءه الشاشه التلقائيه اللي هي الويك اب، تمام. هي في الساعه ما لهاش سيتنج، لكن هنا ليها سيتنج، تقدر تخلي وقت بدايه ووقت نهايه، يعني وقت بدايه الساعه تعمل الويك اب، ووقت نهايه ما عادش تعمل ويك اب، او تخليها شغاله طول الوقت. بعد كده عندنا هنا معدل ضربات القلب وقياسه، وعندنا هنا ان هي تقيس لمده قد ايه على مدار اليوم، وعندك كمان الفتره اللي ما بين كل قياس، ده اوبشن برده من الاوبشنات الكويسه. بعد كده عندنا هنا البحث عن الموبايل، شغال الفايبريشن
وكمان صوت. بعد كده عندنا هنا اوبشن المرأة، طبعا سيتنج كتيره جدا بتظبطوها انتوا بقى. بعد كده في هنا التحكم في الكاميرا عن بعد، نقدر ان احنا نجيب الكاميرا الاماميه من هنا كده، نضغط كده بالشكل ده نجيب الكاميرا الاماميه او نجيب الكاميرا الخلفيه زي ما احنا عايزين بضغطه برده على الزرار ده كده. ولو احنا عايزين ناخد لقطه بنضغط على الكاميرا فبياخد لقطه. ده بالنسبه لاوبشن التحكم في الكاميرا. عندنا هنا بعد كده لو في ابديت بيظهر في المكان ده، لو في ابديت بيظهر هنا. بعد كده عندنا هنا مزامنه جهات الاتصال، نقدر نعمل تزامن لمجموعه من الاسماء عشان خاطر نكلمهم بشكل مباشر من على الساعه. طبعا كالعاده يعني انت عارف اي ساعه بقت لك تطلع مزار اسم بشكل كويس سواء انت مسجل اسماء او لا، لكن دول نقدر نسجل لحد 20 اسم عشان خاطر احنا نكلمهم مباشره من على الساعه. بعد كده هيكون عندنا هنا البورصه، تضيف حاجه في البورصه بقى تتابعها يعني، بس انا ماليش في الموضوع ده والله. بعد كده عندنا هنا مكالمه الطوارئ، بنحدد رقم طوارئ نكلمه لما تكون قدر الله في حاجه محتاجه طوارئ، بنضيف بقى الرقم. مثلا احنا هنضيف دلوقتي رقم المحل من 86، هو ده رقم الطوارئ بتاعنا. طيب لو عايزين بقى نعمل مكالمه طوارئ في اي وقت نضغط ضغطه طويله على الزر البوتن اللي تحت السكرول، ضغطه طويله لحد ما المكالمه تتم. خلاص الاتصال تم وبيعمل هو الاتصال لوحده. بعد كده هيكون عندنا هنا البطاقات الكيو ار الخاص بالسوشيال ميديا زي ما قلنا قبل كده بنضيفها هنا. هنا البطاقات لو احنا عايزين نعمل بطاقات دفع، وطبعا ده اوبشن مش مدعوم عندنا. وعندنا هنا الكيو ار الخاص ببرامج السوشيال، ده بالنسبه للبرنامج. اخر حاجه عندنا لو احنا عايزين نلغي الاقتران. وبعد كده عندك بقى اسم الاكونت بتاعك، يعني ده الاكونت بتاعك لو عايز تضيف هدف يومي سواء في الكالوريز او في خلافه، والاعدادات بتاعه البرنامج، تفاصيل يعني مش مهمه بالنسبه لنا. ده بالنسبه للبرنامج والكونكشن. هنخش على الساوند والتحكم في الساوند لان هو برده من الحاجات المهمه بالنسبه للناس. بدأنا احنا نشغل ساوند بالشكل ده. دلوقتي الساوند على الموبايل اللي احنا مشغلين، الساوند حاليا على شغال على الموبايل واسم الساوند موجود اهو. نقدر ان احنا نوقف تمام ونشغل، نجيب الساوند اللي بعد كده ونجيب الساوند اللي قبل كده. حلو. نقدر كمان نتحكم في الصوت، يعني هو الصوت دلوقتي اقل حاجه نقدر ان احنا نعليه وبيعلى على الموبايل معايا اهو، ونقدر نوطيه مره ثانيه كده. الصوت تمام على الموبايل وده هيكون مفيد ليك لما بتكون متصل بايربود، فلما انت تكون بتسمع من ايربود تقدر تتحكم من الساعه بشكل كويس. طيب عايزين بقى الصوت يطلع من الساعه، نضغط على الاوبشن ده كده بقى الصوت نقدر ان احنا برضه نعلي ونوطي الصوت كده. صوت الساعه حلو قوي، اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر برضو نوقف ونشغل، نجيب اللي بعد كده، نجيب اللي قبل كده وهكذا. فالتحكم شغال بشكل كويس جدا سواء انت بتسمع من الساعه او من على الموبايل. تقدر تنقل الصوت على الساعه تبعته للموبايل او تبعت للموبايل تتكلم عن المكالمات بقى. بالنسبه لاظهار اسم المتصل، فدي تجربه الساعه في اظهار اسم المتصل. لو احنا مش رابطينها مكالمات كده، احنا رابطينها بالبرنامج بس، في الحاله دي تقدر ان انت تكنسل بالشكل ده كده. احنا كنسلنا المكالمه وجالنا ان في مكالمه فايته بالشكل ده. طيب هنربطها بقى مكالمات. اول ما هنفتح الاوبشن ده تلاقي ظهر على طول ان الساعه ربطت مكالمات، بقت ازرق واورنج كده الساعه. بتدعم برضه اظهار اسم متصل. نقدر ان احنا بقى نرد بالشكل ده كده. نقدر ان احنا نبعت المكالمه على الموبايل ونرجعها تاني. نقدر نعمل ميوت ونقدر نقفل المكالمه. تعال نجرب كده الصوت. ايه الاخبار؟ الصوت كويس؟ سامعني كويس؟ سامعك كويس. الصوت واضح بالنسبه لك يعني؟ انا بالنسبه لي الصوت واضح. عندك الصوت كويس؟ انا برضه الصوت معانا كويس قوي. مسي كده على الناس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ احنا متابعين دستور المكتب. كده احنا نكون اتكلمنا عن الكونكشن وربط الساعه بالموبايل. تعال نخش على اخر جزء في الفيديو ونتكلم عن خلاص بقى ورايا عام عن الساعه، وتعمق معايا في الجمال يا صديقي، تعمق معايا في الحلاوه والشياكه والديزاين الجميل قوي مع الاستراب التحفه قوي قوي قوي. واحده من الساعات الجميله جدا اللي جربتها مؤخرا وبتيجي بسعر حلو قوي، هو ده الافضليه في الساعه. فخليني اقول لك تقييمي بشكل عام عن الساعه الايتل الكلايبر 1 اللي انا بدور عليها بقالي فتره طويله جدا. عايز اوفرها للبيع، اوفرها للناس، لان هي فعلا ساعه تستاهل انك تقتنيها، مع كمان ضمان 12 شهر، مع امكانيات كويسه جدا وسعر حلو قوي كساعه اصليه في الفئه الاقتصاديه. ليه بقى؟ انت معاك ساعه ماتيريال واداء كواليتي حلو جدا، معاك ساعه بتدعم لك اظهار اسم متصل بشاشه اموليد، قياسات مظبوطه، بتفاصيل برنامج حلو جدا، بخلفيات شكلها حلو قوي. انت مش ناقصك اي حاجه حرفيا في الساعه. كل الاوبشنز اللي الساعه هتقدمه لك بشكل كويس جدا، مش هتلاقي فيه اي ديفوهات. واخر حاجه من الحاجات اللي عجبتني في الساعه هو سطوع الشاشه والوانها الجميله قوي، تدعم اولويز اون ديسبلاي. تفاصيل الساعه حلوه جدا. مش عايز اطول عليك في ريفيو اكتر من كده. بكده ان شاء الله نكون خلصنا ريفيو لواحده من الساعات الكويسه جدا جدا في 2025، وهي الساعه الايتل كلايبر 1 اللي بتيجي بلون ازرق، بتيجي بلون فضي، استراب اخضر. لو الساعه عجباك فهتلاقيني حاطط لك لينك المنتج على الويب سايت في الديسكربشن او في الايفون او في اخر الفيديو. تقدر تشتريه مباشره من على الويب سايت. لو حابب تتواصل معانا وتستفسر عن شويه حاجات هتلاقي اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها في صندوق الوصف. في النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه الفيديو عجبك، اللايك الجميل. عايز ارجع اشخاص كل جديد في عالم السمارت بشكل خاص، اكسسوارات الموبايل بشكل عام. معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.